إنك أحرجتني. إنك يعني الشخص المخاطب هنا أنت، وبالتالي نكتب you. أحرجت embarrassed. me تعود عليه يعني نكتب me. You embarrassed me. بالمناسبة إذا كنت مهتم بتعلم دروس اللغة الإنجليزية عن بعد تواصل معنا. لم يعجبني ذلك. إذن الشخص المتحدث هنا أنا، وبالتالي نكتب I. لم didn't صيغة النفي في الماضي البسيط simple past. يعجبني like. ذلك that. I didn't like that. أعلم أنك لم تقصد ذلك. إذن الشخص المتحدث هنا أنا، وبالتالي نكتب I. أعلم no. أنك you. لم didn't. تقصد mean. ذلك that. I know you didn't mean that. You embarrassed me. I didn't like that. I know you didn't mean that.